كانت الشعب المصري لا يحب اطلاقا تقييد الايادي. يعني الشعب المصري شعب روحه خفيفه ولطيف، غير عدواني مش شراري مش شرير، بسيط، ذكي جدا، لا يحب التقييد على الاطلاق. فانت جيت قيدته وكملت افواهه وحطيته تحت ضغط شديد لمده 30 عام. الشعب المصري فجاه لقى ان هو اتحرك، وهذا التحرك نجح، ونجح بشكل انت شخصيا كنت موجود فيه ضربت النار، كنتش تتوقع هذا، وليس هذا فقط قنبله منطقيه. طبعا صدمه منطقيه، بس هو القوه المعارضه كانت المهم انك ضربت، يعني صوب عليك وضربت، يعني مش ده القصه، لكن القوه المعارضه كانت موجوده اللي هي اتحرمت من مجلس الشعب. هدفهم مش هقول لحضرتك سريعا عشان ما اخدش وقت طويل، ولكن باختصار شديد المفاجاه كانت قويه جدا. الشعب لم يتوقع انه ينجح بهذا المنظر. هو خرج اساسا مش عشان يعمل ثوره، ده خرج في مظاهره حولت الى ثوره، وهذه الثوره كانت انتفاضه والشعب كله ايدها